السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد عن فراخ التسمين وعن فصل الصيف والحر الشديد اللي بيواجهنا كلنا ومش عارفين نعمل فيه ايه ولا نتأقلم معاه ازاي. واحنا شايفين الفرخ تعبان جدا من الحر وبالذات الفراخ البيضة حساسة للحر جدا، فأنا لازم أأقلمهم على الجو ده وأتأقلم معاهم وأحاول أريحهم وأجيب لهم أي حاجة تجيب لهم وسيلة للهواء. وأنا فكرت في وسيلة تقليدية بسيطة بس كويسة وماشية معاهم شوية، بس ده لازم بعد سن ال20 يوم عشان قبل كده هيبقوا مش ينفع يتعبهم. فأنا بفكر إن أنا أجيب لهم تهوية وكمان فتحة، ديهم فتحة كويسة جدا للتهوية في الشباك وكمان المروحة. ولازم إن أنا أقلمهم بالذات في الجو الحر ده في شهر 7 من كل سنة، لازم أقلمهم على ده، وبالذات الظروف دي اللي احنا فيها بنواجهها وبالذات المربيين بيواجهوا ظروف صعبة جدا، فلازم أنا أقلمهم على ده واشوف لهم اي وسيله تريح شويه معايا عشان النتيجه تبقى كويسه واطلع من الموضوع ده باقل الخسائر. وافضل شيء اني انا احاول على قد ما اقدر ان انا في وقت الظهيره وقت ذروه الحر ما احطلهمش علف، ابدا احط لهم علف بعد الساعه 6، امنع العلف خالص من الساعه 12 او الساعه 12 لحد الساعه 6 يشربوا ميه بس. وافضل اتابع معاهم وتهويه كويسه. ويبقى اصل الفراخ البيضاء طبعا صعب جدا التأقلم مع الجو الحر ده، وما تنسوش اللايك والشير عشان يظهر لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.